ولعل من مهام راعي الإبل الجسام هذه الخلوج التي تحن على موت فقيدها، وهذا اليتيم الذي تعود أن يرضع من يد الراعي. فهنا يقوم الراعي بعملية غريبة وذكية جدا تسمى بالتضيير لتحقيق الرابطة بين اليتيم والخلوج. فالراعي يرى أن هذه الناقة تختزن مشاعر دفينة للأمومة بعد موت صغيرها، وهي أكثر الإبل استعدادا لتقبل اليتيم، فضلا عن كونها لا تزال تدر الحليب لإرضاع الصغير. تعتمد فكرة التضيير إدخال جسم صلب في مؤخرة الناقة لإشعارها بآلام شبيهة بآلام الولادة، ثم يربط الذيل بين أرجل الناقة لكي لا تدفع الجسم الصلب للخارج. كما يعمد الراعي إلى إغلاق فتحتي الأنف بقطع كبيرة من القماش، لأن عملية الشم تعتبر الحاسة الرئيسية عند الحيوانات في التعرف على أبنائها. والراعي هنا يحاول أن يخلق رائحة جديدة في أنف الناقة. ثم تترك الناقة على هذه الحالة لعدة ساعات بين الإبل إلى أن تشتد عليها الآلام وتبرك. ثم يؤتى باليتيم المراد تضييره من خلف الناقة ويوضع أمامها ويترك معها فترة من الزمن. ثم يتدخل الراعي ثانية لإثارة مشاعر الناقة عن طريق إصدار أصوات غريبة، ويعمل على إرغاء الصغير لمعرفة مدى استعداد الناقة لتقبل اليتيم. فإن وجد الراعي من الناقة استجابة لليتيم قام بفك الحصار المربوط على الأنف كإثابة للتقبل، وشيئا فشيئا إلى أن يخرج الجسم الصلب من مؤخرة الناقة عندما تتحقق الرابطة. فعملية التضيير ما هي إلا تمويه وإيهام للناقة بحالة ولادة، ومع حالة التعب الشديد بسبب حبس الهواء عنها تتذكر حالات الولادة التي تجد في التضيير ما يقارب آلامها، وفجأة تجد الصغير بجانبها. كل هذه الأمور استطاع الراعي أن يستغلها بذكاء لتحقيق الرابطة بين اليتيم والخلوج.